مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. فيديو اليوم راني رايحه نوري لكم الحوايج اللي شريتهم من دبي من واحد لا مارك اسمها Forever 21. خلوني نوري لكم الحوايج اللي نقدر نلبسهم في العيد مالغري كو راهم عندي حوايج واحد اخرين راني رايحه ندير فيديو واحد اخر نوريه لكم. اليوم حضرت لكم هذه التشكيله اللي تقدروا تستفادوا منها اذا كنتوا حابين تشروا الحوايج ليكم ولولادكم. طبعا انا نوري الموديلات وانتم تقدروا تنسقوهم على حسب طريقه اللبس تاعكم والذوق تاعكم. في فيديو اليوم رايحه نوري لكم الحوايج اللي شريتهم من عند Forever 21. هذه الماركه اللي ماشي غاليه بزاف بصح صدقوني تقدم منتجات روعه. على بالي بلي في الجزائر ما كانش، وعلى بالي بلي لا بوسيبيليتي تاع البنات يشروا صوالح اونلاين سي ان تي بو كومبليكي، بصح راني سور انه لي زونسومبل اللي راهم عندي والحوايج اللي راهم عندي راح يعطوا لكم اون ايدي على الصوالح اللي راهم على مود. يعني تقدري تحوسي موديل يشبه لي موديلات اللي وريتهم لك، يقدر ما يكونش باغ اكزومبل جين مقطع، جين عادي، ولكن القصه اللي وريتها لك لانهم من القصات اللي راهم بزاف على مود. مثلا ماشي كروبت بليزر كيما هذا اللي راني لابساته، ولكن حاجه طويله اكثر تناسب بنات دايرين الخمار. خلوني نوري لكم الحوايج تاوعي اللي راني بالك رايحه نلبس حاجه منهم للعيد. اول حاجه كي دخلت المغازان شفت هذا لي بول اللي جايين رومانتيك، صح سي فغي الصدر تاعهم بزاف مفتوح، بصح ميم البنات اللي دايرين الخمار يقدروا يديروا خمار من الفوق، اون بتيت فيست من الفوق. انا نحب جينيرالمون الفتحه تاع الصدر تكون شويه مفتوحه لانه يخفف مظهر الثدي. قد ما يكونوا الحوايج مغلوقين للفوق قد ما يكون شكل الاثداء عندك ظاهر بزاف. دونك انا من الصوالح اللي ما نحبهمش بزاف يبانوا في ملابسي، دونك نخير جينيرالمون الفتحات المفتوحين. هاد لي بول اللي راكم تشوفوا فيهم شريتهم مع دي بونطالون باغا كواك سو سوا الغوز ولا الفير كيما راكم تشوفوا. هاد لي بونطالون باغا راهم بزاف على مود، ولا كارغو بانس، حبيتهم كامل في الاوفر سايز، يعني شريتهم دي طاي عرض عليا. بيان سور كي نجي نلبسهم في اليوم العادي راني رايحه ندير لهم بالسبته باسكو فريمون اعراض. جينيرالمون هذا السراول اللي هما السراول بارا ننصحكم انكم تجيبوا سراول اعراض. علاش؟ اولا خاطرش موضه السنه هي الحوايج العراض، ثانيا انه سراول بارا يجوا شابين عراض. صح ردي بالك اذا ما كانوش عندك بزاف دراهم وحابه تشري حوايج يبقاو معاك لمده طويله ما ننصحكش ابدا تشري سراول بارا، لانهم حيقعدوا معنا بالك عام عامين ماكسيموم 3 ما نظنش، ومن بعد تيكا يختفوا. عاود نرجع لي بول هادو شابين بزاف، لا كاليتي تاعهم ساتان. على بالي بلي كاين بزاف ناس مازال ماهيش متقبله لي غوب ساتان ولا لي جوب ساتان في الجزائر، ما فهمتش علاش راهم بزاف على مود. وحتى البنات اللي دايرين الخمار باغ اكزومبل في اندونيسيا ماليزيا، هاد البنات يلبسوا بزاف لي غوب اون ساتان مع دي بول داخل مع خمارات ويجوهم فريمون شابين. الساتان ديروا مليح في بالكم باللي ماهوش مجرد قماش لليل، نو راه تبدل. ودركا كاين انواع بزاف من الحرير تقدر تنفع للايام العاديه. بيان سور لي شوميز ان ساتان على بالي بلي في الجزائر يلبسوهم، وراهم كاينين دي كوليكسيون مقبولين في السعر عند زارا. لي بول هادو تاوعي نقدر نسقهم ثاني مع دي جوب. في المستقبل راني رايحه ندير بيان سور فيديوهات يبينوا اكثر كيفاش نقدر نسق هاد لي بول مع دي جوب مع دي غوب مع دي بونطالون كلاسيك. دركا نوري لكم لي جين. عندنا بزاف هضره كبيره على لي جين، قلت لكم بلي لي جين سليم في كذا فيديو ما راهمش بزاف على مود. انا نفهم بلي البنات يحبوا بزاف لي جين سليم، ولكن للاسف ماشي كاع الناس، ماشي كاع البنات، ماشي كاع الرجال حتى يقدروا يلبسوا لي جين سليم. لي جين سليم مخصصين جينيرالمون للبنات اللي يكونوا رقاق وطوال، يعني طاي مانكا. اذا ما كنتيش طاي مانكا وعندك دي اونش وعندك يعني تضاريس البحر الابيض المتوسط، ننصحك بالقصات الكلاسيكيه. مثلا الجين هذا اللي شريته انا اللي هو قصه التسعينات، على بالي بلي مقطع واللي جين مقطعين راهم رجعوا، على بالي بلي الجين مقطع ماشي مقبول بزاف في المجتمع الجزائري، على بالي بلي ماشي محبوب بزاف، ولكن انتيا انساي الجين المقطع وركزي على قصه الجينز. قصه الجينز هي قصه التسعينات،
عاليه شويه وجايه قباله. هاد لي جين جينيرالمون البنات اللي عندهم شويه لي هونش، شويه تضاريس في الجسم تاعهم، تعطي لهم شكل جميل وهادئ للتضاريس تاعهم وشكل الجسم تاعهم. بالعكس تماما لو لبستي جين سليم. جين واحد اخرين اللي راهم بزاف على مود وانا فرحت انهم رجعوا هما لي جين با ديليفون. هذو لي جين با ديليفون صدقوني بنات من اكثر الجينزات اللي يناسبوا جسم المراه، خصوصا المراه اذا كانت قصيره شويه. البسي لي جين با ديليفون. لي جين با ديليفون هذيك القصه كما راكم تشوفوا فيها هكذا من تحت تساعد بزاف على انه تبين رجليك طوال وتبينك انحف. فعلا قصه جميله ومناسبه بزاف للمراه وشكلها انيق. هذا النوع من الجينزات تقدري حتى تزيدي له بليزر وتلبسيه يعني في العمل مثلا يوم الخميس ولا يوم الجمعه كما يكونش عندكم بزاف مثلا بزنس ميتينغز يعني مقابلات عمل ولا حاجه يعني بزاف فورمال تقدري تلبسيه. نروحوا لحاجه شويه تاع اللون. لونسومبل واحد اخر اللي شريته تاع اللون، هذا لونسومبل بيان سور شريته للبحر لا بيسين ولا مام للدار في اليامات اللي ما نخرجش. لا كاليتي تاعو فريمون شابه بنات ما تقدروش تامنوا. للاسف حاجه حبيت نقولها لكم، الحوايج اللي راكم تشروهم من الجزائر كاين بزاف المحلات راهم يدوبلوا عليكم الاسعار حقيقه ويجيبوا لكم منتجات شنويه ولا حتى تركيه. ما تتوقعوش ان المنتجات التركيه اللي يجيبوها لكم للجزائر فريمون عاليه الجوده، لان المنتجات التركيه اللي شابه صح صح صح. وانا راح ندير لكم انا واش شريت في تركيا منتجات يعني حوايج صح شابين، لا كاليتي تاعهم شابه ولكن السعر تاعهم غالي بزاف. تقريبا الحاجات اللي يجيبوهم لنا للجزائر ويبيعوهم لنا بزاف محلات لا كاليتي تاعهم انايا بالنسبه لي ما تستاهلش السعر اللي يبيعوا لكم به. فيما عوض لو كان زعما لي بنك تاعنا يتحسنوا وتكون عندنا طريقه انه نشرو اونلاين وما يكونوش جمارك على الحوايج اللي ندخلوهم، بيان سور الحوايج اللي من برا الكاليتي تاعهم والنوعيه تاعهم والجوده تاعهم احسن مليون مره صدقوني. للاسف على بالي بلي كاين بزاف ناس ما عندهمش لو شوا ابار يروحوا يشرو من عند الحوانت، ولكن فعلا راهم يبيعوا بزاف شينوا وباسعار خياليه. يعني هذوك الدراهم اللي تقدري تشري بهم حوايج من ايطاليا، تقدري تشري بهم حوايج ما على باليش منين، ولكن السعر تاعهم اقل والجوده احسن والموديلات احسن اكيد. كما قلت لكم هذا لونسومبل تاع اللون اللي راكم تشوفوا فيه شبه بزاف وانا عجبني ولا كاليتي تاعو روعه. وخيرته بيان سور عريض لانه انا نحب الحوايج الاكثر راحه والاوفر سايز ولا العريض نحبه بزاف. سي مون جونغ ان تي بو تاع كيفاش نحب نلبس الحوايج. ما نحبش بزاف الحوايج مزنقين، نفضل يعني من الحوايج اللي نحس براحه اكثر هما الحوايج العرض. نروحوا دركا الاكثر حوايج نحبهم هو هذا لونسومبل كلاسيك غوز لي بونطالون اون ساتان. نرجع نقول لكم الساتان بنات من القماشات اللي يلزم تتعلموا تلبسوهم، خاطرش القماش تاع الساتان فعلا يعطي اناقه للمراه. يبانوا حوايجك غاليين ميمسي اذا القطعه اللي راكي شريتها ماشي غاليه. هاد لونسومبل ديسيديت باش نشري بليزر من خامه مختلفه على البنطلون ولا السروال اللي راني لابساته. لي بونطالون هادو اللي فيهم هاد الخيوط اللي راكم تشوفوا فيهم راهم بزاف على مود. نفهم باللي ماشي كاع الناس تقدر تلبس هذا النوع من السراول، ولكن البنطلون يبقى بنطلون تقدري ديري له اون شوميز بلانش ومام هذا البليزر من فوق. وكما قلت لكم اكيد فيديوهات جايه راني رايحه ندير كيفاش نسق هذه الملابس بطريقه تناسب اكثر البنات اللي دايرين الخمار ولا البنات اصلا في الجزائر اللي على بالي بلي ما يقدروش يلبسوا الكروبت ولا هاد لي فيست اللي يبان شويه يعني من الكرش ديالهم. راني فاهمه احنا نشوفوا الموديلات ونسيو نقتبسوا منهم ونحوسوا على افكار مناسبه تناسب لو ستيل تاعنا وتناسب حنا واش نحبوا نلبسوا. كما قلت لكم هذا لونسومبل كلاسيك ينفع بزاف للعمل انيق، ما ينفع الخرجات شويه رسميه مع الحباب مع الاصدقاء مع الازواج ديالكم في مطاعم فخمه شباب بزاف ولا كاليتي تاعو شابه. والحاجه اللي اكثر شابه هو السعر ديالهم. اخر حاجه عندنا نهار اليوم هو نفس لونسومبل اللي راني انا نهضر معاكم به ولا راني نصور به الفيديو. هو هذا البنطلون الاوفر سايز العريض الخفيف يا بنات ما تقدروش تتخيلوا الخفه تاعو. لبستو بيان سور مع هذا ديباردور اون ساتان كيف باسكو راني لابسه فورمال وما نقدرش نلبس مثلا من القطن ولا لا نو. الاحسن انه نخير قصه او خامه كلاسيكيه كي نكون لابسه الكلاسيك. ودرت له توجور البليزر هذا الغاز اللي راكم شايفينه باش وتوجور الماري جين تاعي اللي شريته من تشارلز اند كيث.
في دبي شباب بزاف. هاد الصباط اللي راني لابساتهم لا ميم شوسور ديجا راني وريتها لكم في فيديوهات سابقه، ولا شوسور اللي كنت لابستها مع لي جين والحوايج اللي شويه كاجوال ولا الحوايج اللي شويه لكل يوم، هذوك لي باسكيت العاليين اللي من عند بيوما. بنات نتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، ما تبخلوش علينا بلايك شير وسبسكرايب، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. تشاو.